مغاربه ولا هذا ما كنتش ديروا الوجه كاع راكم اللي تحكموا تخبطوا بصبعه والو ما كنتش تحشموا يا انتم ما متخصوش كاع. جماعة أنا مش هخبى عليكم، المنتخب المغربي بيقدم أداء أسطوري وأداء عالمي، وأنا راجل مصري النهاردة وفخور إن أنا بتفرج على المغرب وهو ماسك باراجواي بيديها 2 مع الرأفة. بكل صراحة وبكل أمانة بتفرج على المنتخب المغربي حاسس إن أنا بتفرج على منتخب أوروبي بيلعب ضد منتخبات أوروبا ومنتخبات أمريكا الجنوبية بشكل أكتر من رائع. المنتخب المصري لما تيجي تقارنه مع المنتخب المغربي فرق السماء والأرض. النهارده المغرب بيكسب باراجواي مع الرأفة، النهارده المغرب بيوصل رسالة وبيقول للجميع أنا جاي آخد كأس العالم، أنا مش منافس اللي أنا جاي أنافس على دور المجموعات ولا أنافس على ربع النهائي ولا النهائي، أنا جاي آخد كأس عالم. احذروا من المغرب، احذروا من الكابوس. سمساطرو البيت الثاني ديال المنتخب الوطني، البيت الثاني نايل العيناوي باس ديسيزيف ديال اشرف حكيمي كومبينيزون دروات سونتر لعبناها بطريقه ذكيه ايدونتيك مع لو بروميير سي فوتوكوبي افيك اون فارياسيون. هاد المره لو سونتر ماشي بريمي بوتو، الميليو ديال بوتي كاري ونايل العيناوي كيماركي البيت الثاني ديالو مع المنتخب في اللقاء الدولي. il a pris la balle comme faut. والعيناوي عنده الروبير ديالو في التيران. وي تاع بيان ريزون. لا il a joué à Lens العام اللي فات وماركا 8 ديال البيوت. il a fait une super fin de saison مع راسين كلوب دو لونس. دوزيام باس ديسيزيف ديال حكيمي، دوزيام بوت وكيفاش لعبها جسيم مشات عند حكيمي سونطرا حكيمي وبالعقل اللاعب نايل العيناوي كيماركي دوزيام بوت. وهذه رساله لاشد المتشائمين، اشد الناس اللي في 45 دقيقه صافي حكموا وهبطوا يديهم وقال لك راه كوب دي موند ما عرفتش غيوقع فيها. لا عندنا الماده الخام وعندنا اللاعبين، خاص غير شويه ديال التناغم ويلعبوا في مايه وحده وغادي تشوف بانه غنمشيو بعيد ان شاء الله. الجمهور المغربي الخصم كاو ديبو لان ضربتيهم بجوج ديال البيوت وفهمنا فهمنا الطريقه اللي خصنا نوصلوا بها البوطو. ووهبي لي زاجوستمون ولا لي كوريكسيون اللي دار مزيانين لانه باش كتبان بون ما كنقولوش شوط المدربين ولكن كنقول بانه دار لي زاجوستمون لي كوريكسيون وعرف يعرف يبدل النسق ديال الماتش. سي سا لونترينور امين، هو انه شكون عنده واحد القراءه مفصله لداكشي اللي شاف في لا بروميير بيريود. لا دوزيام بيريود دي لونطام دو جو خصو اللاعبين ينضبطوا ويكملوا على الطريقه ديال اللعب ديال المدرب. ثاني لقاء ودي المنتخب بعد النهائي ديال كاس افريقيا اللي فزنا بها بالطريقه اللي تبعتوها وبقى مشوقه. شنو هما الايجابيات ديال هذا الانتصار امام منتخب الباراغواي وشنو هما الاشياء اللي خصنا نخدموا عليهم في التربص المقبل اللي غادي يكون من بعد اللائحه ديال الكوب دو لاف تكنيك اللي معاه برافو اللاعبين، لان مره اخرى كنكتشفوا بان وهبي ما عندوش غير فكره ولا جوج، دونك ما عندوش بلان واحد. فوالا دونك عنده بزاف ديال لي بلان، بزاف ديال الفلسفه في الكره ديالو، فلسفه اللي عطاتنا الاكل ديالها. في المقابله الاولى شفنا تطور كبير في الشوط الثاني، اليوم كنشوفوا كذلك الشوط الثاني عاوتاني كنشوفوا يعني تطور ديال الاداء ديال اللاعبين، تحكم في الكره فيغ لافون ماشي بحال البروميير بيريود، لان كان كيبان لنا بان وهبي كان كيحاول ما امكن ان اللاعبين يشدوا الكره عندهم، يمتلكوا الكره في نصف ديال الملعب ديالهم، يجذبوا اللاعبين ديال باراغواي يخرجوهم من لا زون دو كونفور ديالهم. في الشوط الثاني شفنا بان كاين هذوك لي زاجوستمون اللي داروا وهبي هما اللي خلاونا نشوفوا جوج ديال الاهداف كيتشابهوا. وهذا كيعنينا حاجه وحده، هو ان كاين فكر ديال المدرب، كاينه افكار ديال المدرب اللي كتطبق على ارضيه الميدان. المدرب قرا قراءه جيده لو سيركوي اللي يقدر انه يوصل به البوطو. هذا الشيء اللي وقع في الكره الاولى والكره الثانيه، بقاش لنفس اللاعبين هما اللي يقدروا انهم يديكورتيكيو لينا شي حاجه يعني في الجهه اليمنى ديال منتخب باراغواي. والدليل هو ان المدرب ديال باراغواي خرج رقم 6 اللي كان لو نوايو فابل بالنسبه لباراغواي اللي دازوا منه جوج ديال الاهداف، بس بدلوا مباشره من بعد ما تلقى هدفين. فكان ديجا لي جو سون في ديجا. دونك بالنسبه لي باختصار شديد افكار مدرب جديده، تطبيق ديال اللاعبين، الافكار ديال المدرب على ارضيه الميدان يوحي بان كاين تناغم ما بين الافكار ديال المدرب وطريقه اللعب ديال اللاعبين. الاختيارات ديال المدرب كانت موفقه مره اخرى لانه هو اللي كان نادى على هاد اللاعبين هادو. الاختيارات ديالو موفقه كذلك لانه خرج واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي
كنا كنعتقدوا انهم هما اللي غيبداو الماتش، الوغ كو كما قال وهبي قبل من هذا اللقاء بجوج، قال بان اللائحه ديالو باقا ما تحسمات فيها حتى شي حاجه، غيكونوا فيها بزاف ديال المتغيرات، وهذا الشيء كله كيوحي لنا بان الشخصيه ديال المدرب هي اللي طاغيه الان، مادام ان المدرب عنده الان اداء مبهر في جوج لقاءات اللي لعب. دونك برافو وهبي. كريمو. Moi, je dis bravo à l'équipe. Il a gagné. Bon, c'est vrai que la première mi-temps, c'est pas la même que la deuxième mi-temps. On a fait beaucoup de choses sur la deuxième mi-temps. Moi, je dis bravo à notre staff marocain qui fait le boulot. Je suis content pour certains joueurs. Je crois que voilà, l'équipe est là. Maintenant, il va falloir continuer à travailler. Merci Crimo. Rappelle rapidement des résultats des éliminatoires de la Coupe du Monde. 1-0 ربح l'Italie مع la Bosnie. La République tchèque باقا ربح الدنمارك 1-0. تركيا ربح 1-0 كوسوفو وجوج بين السويد وبولونيا. مجد الصورة اللي حكيت عليها قاعدين نشوفوا فيها توا على شاشة التلفاز في قناة تونسنا كيف احتفل مجددا المنتخب السنغالي باللقب في المباراة الودية أمام البيرو. هو نكمل معاك. حب يجاوب الاتحاد الافريقي، تمرد عليه معناتها وراه اللي الاستحقاق راهو على التيران على الملعب مش على الكواليس الاتحاد. واللي اسف هو فما عضو انفليون برشا في الاتحاد المغربي، هو اللي اثر على المسؤول الاتحاد وحتى لقجه الناس الكل تعرف هذايا. هو اللقجه قاعد يسير في الجامعه نتاع تونس، هو هذا كنا نعرفوه ولا عنده تاثير كبير علينا. لا مجد عندنا هيكل. تو نقزموا رواحنا نقولوا فوزي لقجه راني يحكم في الجامعه التونسيه لكرة القدم. ما نرميش كلمه من الفراغ، راني كي نقول حاجه صحيحه، راني كنحب نحل الملف هذايا تو نهار كامل نبدا نحكي لك. راهو نقول لك لقجه عنده تاثير كبير على الكره في تونس والناس كل تخضع الاوامر، ومانيش قاعد نتكلم في الكلام، مش غلط نتكلم فيه. والدليل ان رئيس الجامعه اللي كان موجود اثر عليه باش يصوت للمغرب. عندك ما يثبت؟ عندي ما يثبت، هو موجود وصوت. لا صوت كان تاثير، قلت اثر عليه. اللي فات اللي صوت على حاجه غلطه معناتها تحت تاثير. هذا رايك انت مجده، يلزمك انت وحدك ما نشكوش. نحترموا فوزي لقجع، برشا اتهامات ترافق هذا الرجل اللي هو مسيطر على كرة القدم الإفريقية، هذا ما يقال. لكن زاد احنا توانسة باش نقزموا رجالنا أولادنا اللي هو الجامعة التونسية لكرة القدم، لا أخالوا أن فوزي لقجع قادر التأثير على الجامعة التونسية لكرة القدم. انت راي لا نشوفها مش تقزيم، لا حر، قلت لك هذا راي ما تقولش لا قلت تقزيم تولي انت كوش عليك نحست معهم. لا ما قزمتهمش. نحست شكون؟ لا ما تقول تقزيم على الجامعه، تقول في تقزيم لرجال الجامعه، هذه حقيقه. عطيت رايي، قلت لي عندك اثباتات، انا قلت لك وجوده وتصويته للمغرب دليل على انه تحت تاثير، مش تقزيم. سامحني صاحبي، راهو اللوبيينغ، سامحني زاد عليك، اللوبيينغ موجود في الكوره. معناها راهو ما تنجمش زاد راهو تو باش نعطيو زاد حق كل واحد، ما تنجمش زاد الجامعه التونسيه كره القدم تكون معناها موحدها احنا ديجا ما عندناش ممثل في الاتحاد الافريقي، ما عندناش ممثل في المكتب التنفيذي للفيفا ولا كما كنا قبل ولا للاتحاد الافريقي. نزيد ما نعملوش اللوبيينغ وما نتقربوش مثلا من ما تنتقربوا راهو رياضيا نحكي انا في القرارات عادي راهو موجوده حتى في تونس. يا اخي حتى في تونس في المكاتب التنفيذيه كسوا للجامعه ولا للرابطه ولا غيره ديما فما اللوبيينغ وتاثيرات عاديه معناها عادي، وانه فوزي لقجع باش يكون عنده علاقه برئيس الجامعه التونسيه لكره القدم، وعادي وانه رئيس الجامعه كره القدم باش ينجم ينحاز مع المغرب عادي. هذا اللوبيينغ معمول به هذا في العالم. سالي حبيت يضيف حاجه ونكمل. انا باش حبيت نقول حاجه بركه، انا نقول المسرحيه اللي صايره الكل هذا كلها راهي فشوش صراحه تامه. انا واحد من الناس بالنسبه لي انا المغرب السنغال بطل بكل استحقاق. علاش؟ خاطر ثم قانون ارتيكل 5 في القوانين الكاف الداخليه يقول لك الحكم كي يزفر انتهاء مباراه النتيجه هذيك الحاصله على الميدان. هما تعسفوا على القانون والسنغال تعسفت عليهم واحتفلت في باريس بالكأس الافريقيه اللي خذاتها عن استحقاق وعن جداره. فيما يخص المكتب الجامعي حر ومستقل في قراراته، لكن لازم باش ياخذ اتجاه مع المغرب ولا اتجاه مع اللوبيات كما كان يحكي توا الواحد، هذا ما فيه المصلحه نتاع الكره التونسيه. اما انا كما قال توا مجيد ونحترم رايه، هو حقه باش يتكلم، لكن عندنا نحن رئيس وعندنا نائب رئيس ياخذوا قراراتهم مع المكتب الجامعي بكل شفافيه، وحتى حد ما يكون يحكم
في المكتب الجامعي نتاعنا نحن وفي كورتنا. وسعلي نأكد كلام سعلي كلمه واحده، نأكد كلام سعلي اللي كونه مش جديد، فما اتجاه تخفيض الجامعات كل بتاع العالم كلهم يمين يسار اللي هو تعمل مساعدات من السابق من عهد شلي زويت احنا مع المغرب